السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خصه فريق اتحاد طنجة. قلت بالنسبه للتشكيله الخاصه بهذه المواجهه، التشكيله ديال فريق اتحاد طنجة اللي كيدخل بالاسماء الرسميه الاتيه: رقصره بكل سهوله، كره من الجهه اليسرى، عمليه اختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه هدف، والهدف الاول للرجاء. الرجاء يفتتح التسجيل في مباراه اليوم. نعم، عمليه هجوميه منسقه، دخول داخل منطقه الجزاء، نوفل الزرهوني يضع الكره في المرمى، يصفق نعم للطريقه التي اتى بها الهدف الماضي. هنا الانطلاقه من النوفل، من الزرهوني، تعامل مع كورته، دخل داخل منطقه الجزاء، وجد نفسه في تحدي وجه لوجه مع الحارس، اختار الزاويه البعيده، ركنها بكل براعه، معلنا عن الهدف الاول الرجاوي في مباراه اليوم. الاخضر يبدو انه حلق مبكرا في هذه المواجهه في انتظار رده فعل فريق اتحاد طنجة. الهدف الذي ياتي، هجمه مرتده مضاده من جانب فريق اتحاد طنجة في اتجاه من خافي، رجع كورته شتوه، تصويبه ممتازه، اخذ ورد مترابطات ممتازه بين الرجاء، تصويبه ممتازه مباشره الى خارج. التمريره ديالو يسري بوزوق داخل منطقه الجزاء، تمريره ممتازه، فرصه راسيه اخر المطاف براسيه، الشيء اللي خلى انه الكره الماضيه تغادر بهذا الشكل وبهذه الطريقه. لاحظوا هنا راسيه بعيده تماما الى خارج الخط الخلفي للملعب. وشوفوا هنا التصويبه اللي كانت ديالو، ينطلق يختار كره في اتجاه دم نفاتي، عمليه هجوميه، تمريره بخارج قدم ممتازه، يرجع كره ديالو للخلف، نوفل، تصويبات بالموحد، ايضا تصويبات، وهذه واحده من خلال تصويبه خارج منطقه الجزاء. في بناء العمليه الهجوميه الرجويه، كره اماميه، فرصه داخل منطقه العمليات، فرصه وسقوط، ماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء للرجاء، لن يكون المصوب لهذه الكرة. لاحظوا هنا العملية الهجومية، تمريرة بهذا الشكل بهذه الطريقة، دم نفاتي على مستوى التمرير، التحضير، ثم بعد ذلك تأتي هنا العملية التي سقط فيها في المحط. تأتي يسري، يتقدم بوزوق، يضع الكرة في المرمى. هدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء، سيناريو مباراة مستمر او لنقل التي يستقبل فيها. الوقت اللي نشوفه هنا الطريقه اللي جاء من خلال الهدف، يسري بوزوق يضع الكره في المرمى، معلنا عن الهدف الثاني. الحارس في جهه والكره في جهه، تفنن في وضع الكره بهذا الشكل يسري بوزوق، معلنا عن ثاني اهداف فريق الرجاء الرياضي. قلت الرجاء كمستقبل فاز في حتى هذه اللحظه. كرة في الزاوية تنفذ داخل منطقة الجزاء، راسية ممتازة، والحارس شوف هذه العملية الهجومية لهذا من الفاتي، تمريرة جانبية، بوزوق، دخول داخل منطقة الجزاء، صويبة، جول ممتاز، لعبها بطريقة رائعة، لاعب فنان، الجماهير منتعشة، الجماهير سعيدة، والانطلاقة اي انطلاقه، هذه انطلاقه رائعه جدا لجماهير الرجاء وللاعبين الرجاء ولفرحه الرجاويين اليوم صراحه. هدف ثالث بالروعه، هدف ثالث بالمقاس يا ناس، لعب في الزاويه البعيده، معلنا عن ثالث الاهداف للرجاء. الرجاء الذي يبدع اليوم في هذه الجوله الاولى، الرجاء الذي يسير بهذا الشكل وبهذه الطريقه ليؤكد نفسه، حضوره اليوم على انه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية بشكل كبير على اللاعب. كرة من يسري بوزوق في اتجاه صابر بوغرين، اختراق، دخول، تصويبة ممتازة، والحارس اللي يتمكن من إيقاف هذه الكرة. شوف الإعادة، طريقة المراوغة، الدخول داخل منطقة الجزاء والتصويبة بهذا الشكل بهذا الأسلوب. صابر بوغرين والبحث عن مقابل لا شيء، كرة تلف داخل منطقة الجزاء، فرصة العرض البطيء لتغادر إلى خارج الخط الخلفي للملعب. لاحظوا كيف لعبت، خروج خاطئ تماما لإجادة من نفاتي، تصويبة ممتازة، والحارس في المكان المناسب. هل هو اختيار اللي اعتمد على كرة طويلة أمامية دائرية كانت طويل العرض، هل الكرة الثابتة بإمكانها أن تقدم الحل؟ اسماعيل خافي يخترق، يدخل، تصويبة ممتازة عليه بشكل كبير من جانب فريق اتحاد طنجة لتسجيل هدف في هذه المباراة. تحدث عن لاعب ذو 28 سنة، اسم اللي صار وجل رفقة العديد من الفرق خلال السيرية، لكن يسري بوزوق بتمويل جسدي، كرة في اتجاه بالعمري، تمريرة جانبية، وفي آخر مطاف التغطية.
الذي سجل هدفين ويسير الان عمليه هجوميه ممتازه، دخول داخل منطقه الجزاء. يسري يدخل داخل منطقه الجزاء. مبارك كره اماميه، ادم الفاتي تصويبه ديالو الدخول. لاحظوا ان الاعاده خدا الوقت ديالو الكافي وصوب كره الى خارج الخط الخلفي الملعب. بن عمري كره داخل منطقه الجزاء، هيات صنعت وفي اخر مطاف صوب الحارس. لاحظوا الطريقه، دخول واختراق داخل منطقه الجزاء، لكن قبل كم عدد اللمسات الرجويه. اكيد انه رقم مهم. كره تعود اسماعيل خافي تحضير ضايعه، التمرير نوفل الزرهوني بالعمري من الجهه اليسرى، يستلم بالعمري، تصويبه ممتازه، تغطيه لا تزال مستمره هذه امامه خافي يلتقيان، كره ممتازه، دخول داخل منطقه الجزاء. الحكم باشاره واضحه مكان طنجه لمساله الحصول على ضربه جزاء. شوفوا اللقطه هنا، خافي حصول على الكره بهذا الشكل، المراوغه، دخول داخل منطقه الجزاء. هنا لقطه السقوط، هذه من زاويه اخرى ايضا، عمليه الاختراق، محاوله. الكره الماضيه كره عمليه هجوميه، دخول داخل منطقه الجزاء، عمليه ممتازه، فرصه. الحارس مرباح الذي ربح الصراع الماضي. لاحظوا كيف لعبت هذه الكره، عمليه هجوميه بولكسوت، اختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، ارتفعت وارتقت الكره بعد ان لمست على مستوى خط الدفاع لاعب انس المرابط. اماميه هذه الكره صوبه من هنا نوفل الزرهوني، عمليه هجوميه، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه، هدف رابع في مباراه اليوم، هدف رابع في مباراه اليوم ياتي بهذه الشكل وبهذه الطريقه. الرجاء مشوار مستمر. شوفوا هذه العمليه، شوفوا الطريقه اللي جات من خلالها الكره. نوفل الزرهوني روغ الحارس، استلم الكره بالمقاس وبعد ذلك وضع الكره بهذا الشكل بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب، يجي الهدف. هذا الاسلوب وبهذه الطريقه، هذا هدف بهذا الشكل. نعم، رابع الاهداف. عامري ممتازه، فرصه، غلة تهديفية كبيرة في مباراة اليوم. لأن كان هنالك تسلل، سنتابع. شوفوا هذه اللقطة اللي جات بهذا الشكل داخل منطقة الجزاء، يسري بوزوق. إذن الحكم يقر بمشروعية الهدف، 5 أهداف مقابل لا شيء. باتريك لهذا اللاعب، لاحظوا هنا بناء العملية الهجومية بهذا الشكل. شوفوا هنا اللقطة، تمريرة يسري بوزوق، يسجل 3 أهداف ديالو في هذه المباراة وخامس الأهداف في هذه المقابلة. دقيقة 13 دقيقة وتشاهد هذه الحصة. كرة ممتازة رأسية، فرصة، محاولة. شوفوا هنا اللقطة، شوفوا الإعادة لإنزال بهذا الشكل الرأسية. اسماعيل خافي أضاع قابل لأن يقدم أهداف أخرى. كرة ممتازة، نوفل يضع الهدف والهدف السادس في مباراة اليوم. الرجاء يقسو على اتحاد طنجة، يقسو على فريق اتحاد طنجة في مباراة اليوم. السادس بنوفل الزرهوني اللي سجل الهدف الأول في الدقيقة 3 والثاني في الدقيقة 63 والثالث في الدقيقة 72. مشوار الرجاء الذي امتد لأن يصل إلى شباك حارس مرمى اتحاد طنجة مرباح حكاية، ويأتي الهدف السادس. هذه مباراة لوحده، يبحث عن المساندة، يختار تصويبة أمامية. هذو كاميرا يستعد للدخول. شوف تصويبة من مروان زيلا، خذ وقته، صوب كعسي، تمرير الجانبية الجانب اليسرى، انطلاقة من جانب مروان زيلا، يحافظ على الكرة ديالو، دخول داخل منطقة الجزاء، بحث عن المرور أو التمرير، اختراق داخل منطقة الجزاء، محاولة رجوية، إمكانية إضافة هدف سابع، لكن هنالك تغطية من جانب. هجمة من جديد لاتحاد طنجة، خافي نزل كرة، محاولة غبرة، خافي تصويب، هدف. حتى اللاعب ما احتفلش بهدف نظرا لأنه نتيجة، نعم نتيجة كبيرة، لكن ومع ذلك نحيي هذا الفريق، المجهود الذي قام به، فريق يحترم، فريق بقاعدة جماهيرية كبيرة.